هذا مو بيتروجينا ولا له علاقة بما جينا يا ما جينا، واللي يقول لك هيش قول له انت كذاب. قررت اطلع تالي الليل وبهاي الازدحامات اللي ما جاي تخلص، اكيد افضل حل هو العبريه. وصلت باب المعظم حتى نزلت اتمشى، وي جهاز الجديد راح تناول حلول مشاكل تصوير الاندرويد بايام رمضان باذن الله، والمطلوب منكم تذكروها لي بالتعليقات عسى ولعل يصير توافق. وصلنا شارع الرشيد وواضح اكو تقدم باعمال الترام، ويمكن شكلنا راح نعيد وياه. واكتشفت هذا المقهى بالطريق صدفه وشكيت بقدامته صراحه. ومع هذا الشارع مستعد استقبال رمضان، ومن هناك لازم امر بشارع متنبي واروح لاكثر مكان احب اقعد بيه، وما شاء الله صاير احلى من قبل. وهاي البالكونه اللي قصه طويله وياها. قعدت شويه وراها قررت انزل اتمشى بالشارع وبلغكم بيان مهم. بما انه اليوم انا جيت كسائح فباشر ان شاء الله راح ارجعكم مصور. وين راح تلقوني؟ بين شارع السراي، مقهى الشابندر، وشارع رئيس المتنبي، ايضا سوق السراي. تمام، وراح تلقوني استلاماتي هنا انا وكاميرتي. اوكي، وبعد الفطور ان شاء الله راح اكون متواجد. تمام. وبعد تمشيت بشارع السراي، يمكن هاي المحلات راح تفتح بالايام القادمه، والحلو انها براندات عراقيه خالصه وتجهيزات رمضان واضحه خصوصا بشارع السراي، ويمكن راح تصير فعاليات بيها. ومنها اخذت لي فره بمنخل حتى اقول لكم اللي قلته بالبدايه عن اكثر معلومه مغلوطه يمكن تسمعوها عن بيت فاروق الالماني. ومنها مباشره طلعت جسر الشهداء حتى ازور اكثر مكان يعيشنا اجواء رمضان واللي هي الشواكه. وختاما رمضان كريم علينا وعليكم، وتقبل الله طاعاتكم وبس.